السلام عليكم. هاد الأيام مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا واحد الخبر مفاده اعتزال اللاعب المغربي حكيم زياش، وهذا خبر غير صحيح بالمرة. والدليل أن غير السيمانة اللي فات المدرب وليد الركراكي كان حضر مباراة ديال نادي السد القطري والدحيل القطري باش أنه يشوف المستوى ديال زياش. بطبيعة الحال كنستبعد أنه غادي يكون في اللائحة ديال مارس، بسبب أن اللاعب بعيد كل البعد على الجاهزية، وبحكم أنه كيلعب في الدوري القطري، الدوري اللي هو كيبقى ضعيف بالمقارنة مع الدوريات الأوروبية. يعني أكيد أن المدرب ما يمكنش غادي يخلي لاعبين كيلعبوا في الدوريات الأوروبية وغادي يستدعي لاعب كيلعب في الدوري القطري ومازال كيلعب فيه احتياطي. حاجة أخرى أن المركز اللي كيلعب فيه حكيم زياش حاليا فيه وفرة كبيرة ديال اللاعبين المغاربة، وهذا الشيء اللي كيخلي الاحتمالية ديال أنه يكون زياش في هذا المعسكر هذا قليلة جدا.